ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة تمام. خليني اتكلم. طبعا الموضوع ده انا فتحته اكتر من مرة، فخليني افتحه مرة تانية معاكم. اول حاجة موضوع العصاية البيضاء، انا خلاص بقى اتكلمت مع البنوتات وهم الحمد لله اقتنعوا. الدور الجاي بقى على الاولياء الامور. لازما بحاول ان انا اوعيكم ان عادي جدا، ضروري بنتك تمشي بالعصاية البيضاء. لو هي حابة سيبيها، سيبيها، إيه المانع؟ خايفة عليها في إيه؟ أو خايفة عليها من إيه؟ طيب قولي لي. أول حاجة أنتِ ممكن مثلًا تدّيها العصاية البيضا وتسيبيها ماشية، مثلًا يعني هي أنتِ تدّيها العصاية البيضا تمسكها أوكي، وأنتِ تبقي ماشية، وأنتِ يعني هي تبقى ماشية وأنتِ تبقي ماشية ورا، بحيث إن أنتِ تبقي برضه واخدة بالِك منها، ما تسيبيها تمشي بالعصاية البيضا. على فكرة والله العظيم أقسم بالله اللي عنده بنت حابة تمشي بالعصاية البيضا دي كنز، والله العظيم عنده كنز، والله العظيم بجد. لأن نادرًا لمّا تلاقي حد بيحب يمشي بالعصاية البيضا، إحنا كمكفين مش مقتنعين بيها، أو مش مقتنعين، في بعض مقتنع وبعض لأ. فأنتِ لو عندِك بنوتة بتحب تمشي بالعصاية البيضا، أنتِ عندِك كنز والله العظيم. فبالعكس أنتِ ادعميها، شجعيها، خليكِ معاها، ساعديها، لإن كمان لمّا هي تبقى ماشية بالعصاية البيضا، ده يعني ده بيديكِ إن أنتِ لأ، هي مستقلة، عندها استقلال، سيبيها تستقل بنفسها. إيه المشكلة؟ ولا عيب ولا غلط ولا حرام، ما حدش بينفع دلوقتي. معلش أنا آسفة، ولا أخت بتنفع ولا أخ بينفع، إخوات عارفة، بس معلش يعني مثلهم برضه. الأخت ليها بيت جوزها وكده، والأخ هنعمل أكرمان جزم. ماشي أوكي، والأخ ليه بيت، يعني ليه بيته برضه ومراته وكده. فوالله ما حدش هينفع. باحبكم أوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.